خشب. لموا كل حاجه بقى عندكم. معالق خشب ما تخلاش من اي بيت طبعا، يعني مش مشكله انها تكون قديمه، ان احنا بنجرب لسه في الاول. ممكن مشابك، عندي القطعه دي من برواز قديم هستخدمه، يعني هنستخدمه المره الجايه في ان احنا نجرب. كمان قطع خشب زي دي كده ممكن تلاقوها في اي مكتبات. عندي صناديق خشب برضو زي دول، كانوا عندي بقالهم فتره، يعني دول لمرحله متقدمه شويه. جمعوا كل حاجه عندكم وجهزوا ادواتكم عشان المره الجايه هنبتدي على هوايه حرق الخشب. وعامه الهوايات اللي احنا هنستخدمها الفتره الجايه انا ما جربتهاش قبل كده، بس هعمل سيرش عليها واجيب لكم الخلاصه، وهاجي اقول لكم هنا على البدايه اللي ممكن نقدر نبتدي بيها اي هوايه جديده. فلو حابين تبتدوا معانا وتتعرفوا على هوايات فنيه جديده، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. وهستناكم في الفيديو الجاي مع اساسيات فن حرق الخشب، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.